قصدي هنالك قرار، عندما تكثر القرارات داخل المجموعة اقرأ سلامة على أي فريق. القرار بيد المدرب والمشرف، مشرف الفريق والمدرب. عندما يتخذ القرار المدرب على مشرف الفريق التنفيذ. انتهت. يعني أنا ايش اقول لك؟ أنا أتعجب أنه فريق خسران ليش باقي بالمنزع؟ يعني ليش هذول برا المنزع؟ ليه؟ يا اما أن يكون داخل المنزع ويستمع للمدرب ماله، وفي مدربين يقول لك بعد المباراة أنا ما أجي، وفي مدربين يقول لك أنا بعد المباراة أجي، في مدربين يقول لك تنتهي المباراة اصعد سيارتك وروح للفندق اتجاوز الموقف. صاحب القرار داخل الملعب وداخل المنازع هو المدرب. عندما يكون المدرب اول ما دخلوا اي يعني راسا ما دخلوا المنزع العراقي راحوا يم الباب قبل المباراة يروح يدور كراس بعد ما انتهت المباراة مباشرة، مو صفر الحكم وانتهت واللاعبين ظلوا يحتفلون منتخب فرنسي ويتبادلون، فراحوا راس فولهم. قسما بالله وأنا إن شاء الله صادق، مباراتنا مع السعودية في الرياض نعم في تصفيات آسيا خسرنا مع السعودية 2-1. قعدوا اللاعبين بالمنزع ساعة ما طلعوا، لازم نطير قبل وين؟ الأندونيسيا. ناجي حمود موجود، ما حد دخل بالمنزع. من الدخل علينا بالمنزع؟ من طلعنا من المنزع؟ منو؟ قسما بالله للتاريخ منو؟ لاعبين السعوديين وبالاسماء اعطيك اياهم. زين كنتوا زعلانين يعني على الخساره؟ هي مباراه كبيره خسرنا بها 2-1. يعني هذا الشيء يدلل لك انه اللاعب متعايش مع المجموعه. لا بديل طلع من المنزع، لا اساسي طلع من المنزع، وكانوا ويانا يونس وكرار وعلي حسين ونور صبري كلهم نور صبري يعني هاي المجموعه.